في منتصف سبعينات القرن اللي طاف أنشئ سوق المنامة كأول وأقدم سوق مركزي على مستوى البحرين. سوق يلبي احتياجات المستهلك من المواد الغذائية، الخضار والفواكه والأسماك واللحوم وغيرها من السلع التموينية. ومع بداية الثمانينات جاءت فكرة إدماج الأسواق المركزية ببعض الأنشطة التجارية بهدف زيادة الإيرادات واستمرار الأجارات المنخفضة للسلع التموينية. وللمحافظة على هالمرافق المهمة والحرص على استمرار تقديم الخدمات للمستهلك والتاجر، أخذ مجلس الوزراء على عاتقه مهمة النهوض والاهتمام بالأسواق المركزية، ورصد الميزانيات الخاصة لهم، ووجه للصيانة الشاملة لتأهيله وتجديده والحد من أي تجاوزات ممكن إنها تحصل فيه. رغم كل هالجهود، فريق الراي رصد عدد من الشكاوي اللي تم بثها عبر إذاعة البحرين عن أوضاع السوق المركزي في المنامة، واللي تجاوبت معها أمانة العاصمة بشكل سريع وفوري، وأكدت خلال ردها على استمرارها في تطوير السوق المركزي بحسب الإمكانيات المتاحة. ولكن ما وقفنا عند هالحد، استمرينا في البحث ونزلنا للسوق المركزي بالمنامة للمعاينة وكشف الحقيقة.